Disciple 6, what's the grid on those CVs? Over. واضح الكلمة. بارك الله بكم يا عمار. الرتل الآلي راح يباشر أول 4 عجلات، خلينا تباشر بعد، خلينا تباشر بعد أول 4 عجلات. Copy that, Disciple 6. We confirm that the targets are moving to a restricted zone. Stand by for clearance. Logan's 2, Disciple 1 here. I'll copy, over. سيدي تم تحرير المنطقة بالكامل. واضح قيمة. مرحبا بك يا أبا المنصور. السلام عليك يا أخ قيس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد قرأت بعض رسائلك إلينا حول رغبتك بالانضمام إلى جنود الدولة الإسلامية المظفرة. لماذا يا أخ قيس تريد الانضمام إلينا؟ منذ ظهور الدولة الإسلامية في سوريا وأنا أتابع انتصاراتكم، وأدعو لكم بأن تصبحوا الفئة المظفرة المنصورة بإذن الله تعالى، وأن تسودوا على بلاد المسلمين أجمعين. الله أكبر. إن شاء الله. ماذا تعمل يا أخ قيس في فرنسا؟ أعيش هنا وأنا صاحب مقهى إنترنت في هذه الدولة الكافرة. Grid 715-389er with net confirmation through the Canyon Relay. Alpha Juliet November. We're seeing low-grade seismic activity in the area.
مبروك عليك الشقة الجديدة اللي انطوك إياها، تستاهل كل خير. أنا ما أعرف شلون أشكرك يا ممتاز. المهم تشد حيلك، خلينا نزوجك. لا 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 لا، أنا ما أفكر بالزواج أبد. همي هسه أمي وأختي، ما أعرف شلون أطمن عليهم. إن شاء الله بتطمن عليهم. وأنا دا أفكر نقدم طلب انضمام لديوان الأمن العام. إيش معنى؟ ديوان الأمن العام به مميزات وله سلطة على كل دواوين الدولة الإسلامية، والأهم رواتبهم أكثر. ممتاز، أنا أخاف نتورط أكثر. تفاءلوا بالخير تجدوه. مولي لحد الآن نايمة، عايفة شغل البيت؟ والله بعد ما عبدتك خلصتي صلاة الفجر وأنا نمت لين جنت تعبانة. الله لا يصبح علي الصبح، ما أدري منين طلعتي لي، دوختي لي عقل الرجال. لا فوق هذا ياخذ لك بيت جديد. أبو زيدي جطيني دواء إذا تعرقني. الله يموتك، ماكو دواء، يلا قومي على شغلك. حسبي الله ونعم الوكيل. معقولة مولانا القاضي يحكم بالإعدام على الأطباء بدون ما يدافعون عن نفسهم أو يخلون محامي؟ بالدولة الإسلامية ماكو شيء اسمه محامي. هذا أسرع حكم إعدام بالدنيا. تدري الأهالي شو يسمون مولانا القاضي؟ يسمونه قاضي الموت. حسبي الله ونعم الوكيل. عفوني، ما اريد تغمضوني عيوني، اريد اشوف ضعفكم لانه احنا اقوى منكم. احنا صح راح نموت بس راح نموت شهداء. الله اكبر عليكم يا مجرمين. كافي لعد، شوفوا يا جماعتي شلون يموتون قبالك. يلا. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. أنا أرسلتكم كي تساندون أخوانكم في معركة السد. يستشهد نصف الرجال وتخسرون المعركة. مولاي لقد كنا مكشوفين أمام طيران التحالف الدولي وقنابلهم، ثم أننا لم نكن نواجه مقاتلين بل كنا نواجه وحوش. وأنت يا أبا عبد الله كيف تسكت على كل هذا؟ تنفذ أوامر أبا خولة أمير الحرب. ماذا تقصد؟ أي أني أنا سبب الهزيمة؟ ها؟ هاي شنو يمه؟ جايبه وياك تمن وطماطة ومعكرونة وبصل. وش دعوة يا بنتي؟ وش دعوة هالمصاريف؟ ضميها إلك، باكر عقبة وراك كلية يا بنيتي. رزق على الله يا يمه. ونعمة بالله بنيتي، ونعمة بالله. وأنا اللي كنت أفكر أخوك سمير راح صار لنا سند مع الأسف. يمه حبيبتي شنك بهالحكي؟ مو أنا موجودة، ليش تفكرين؟ الله يخليك لي يا بنيتي، الله يحفظك حبيبتي، الله يستر عليك يمه دنيا وآخرة. انت بنت ايدك علي على مود هاي السبية يا حيوانة. وهي شنو سوت لك؟ عشان تحرقيها بالنهار؟ اتق الله. وانت متقيت الله من حكمت على الناس بالاعدام؟ الناس اللي بقوا الخبز على مود يسدون جوعهم، لو الدكاتره اللي ما لبسوا الزي الشرعي؟ تريدين تعلميني شرع الله واحكامه
قسما عظما المرة الجاية لو جيت يمها ليكون آخر يوم بيني وبينك. لهاي الدرجة واصل؟ سماعر، لا تخافي، هجيب لك مرهم حتى يطيب حرك ايدك. شلونك شو اختي؟ شنو اخبارك؟ امي شلونها؟ انت ايش جابك؟ اجيت اطمن عليكم وانطيكي فلوس اعطيها لامي ولا تقولي لها من عندي. الله الغني عن فلوسك. ليش اختي ليش؟ هو شنو اللي ليش؟ انت من كل عقلك تريدني اضحك على امي واكلها من فلوس مسمومه جايه من دم الفقراء؟ وعلى فكره انا صرت اشتغل واصرف على نفسي وعلى امي. يلا الله وياك. هذا إيراد مولدات الكهرباء للفترة التي مضت. احفظها عندك. ما بك يا أمير؟ أراك منزعجا. أيكون هذا انزعاجك بسبب جدالك مع أبي خولة بما يتعلق بمعركة السد؟ من أخبرك؟ لا يوجد شيء يخفى هنا يا أميري. ليس هذا قلقي من الطائرات المسيرة. من الممكن أن تستهدف أي منا. أين هي؟ ما أحلاها أن نموت شهداء. لم أشبع من الدنيا بعد. أريد الاستمتاع بالصبايا والجميلات قبل حور العين. العين؟ موعد تأخرت عليه كثيرا وأنا أوان. شنو؟ تريد تخطبني؟ وليش ده حسش متفاجئ؟ احنا مو متفقين من كم سنة. اجي اخطوش بس تسمح لنا الظروف شوية. وهي وينها ظروفنا اللي تسمح يا جمال؟ مو شرط يعني الا بيت جديد واشياء جديدة. بيتنا هذا نفسه نبني غرفة صغيرة واحنا نفتح على كيفنا. بس انت ليش مستعجل؟ خليني اخلص كليتي وهذيك الساعة يحلها بحلها. جمال شكار يا فاسد، خذوه يلا امشي. عوفوا عوفوا تعال جمال جمال جمال. شيماء ايش بيك؟ شكو سمير انت وين؟ الحق صارت مصيبة. جمال؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وانتوا وين؟ يلا لحاجة يلا يلا. أهلا أهلا أهلا، يا ألف أهلا وسهلا. أشرقت وأنورت. ارتاحوا، اقعدوا. انت اللي قلت لهم ياخذونا ويرمونا هنا؟ أليس ذلك أفضل يا أم المنصور؟
بيت كبير، أكل وشرب وأمان. اسمي جوانة. انت شو تريد؟ هذا نكران للجميل. كان يجب أن تشكروني على كل ما فعلت. شكرك على شنو؟ كان من الممكن أن أتركك لأبا المعتصم الذي اشتراك لتصبحي جارية عبدة. أليس هذا يستحق الشكر؟ وأنت يا بنت القاضي، لولاي لمت في السجن أو المستشفى. كنت أرعاك هناك. هددتهم. حياتك مقابل حياتهم. أخاف نسيت كل اللي سويته بينا إحنا وأهلنا. أتمنى أن نبدأ من جديد، صفحة بيضاء. وحتى أثبت كلامي، هذا مفتاح القيد. أميلي عليك، أميلي عليك جمال. على كيفك أختي، على كيفك أم جمال. اهدي أختي اهدي، هسه نلقي حل. بس أوقف، يعني ما يصير هالشكل. قابل بس جمال اللي تاجر بالجقاير، مو هاي العالم كلها. أقول لك سمير، أنت ما تقدر تساعده؟ ممتاز. أخته تشتغل ويا أم الوليد زوجة قاضي القضاة، إن شاء الله تساعدنا. أني راح أحكي مع أم السعد، يعني يطلعون جمال ويكون العقاب خفيف، يعني كم جلدة وغرامة مالية 20,000 ويطلع. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب يا رب. وقول للممتاز أنا ما راح أنسى له هذا الفضل طول عمري. إن شاء الله إن شاء الله. يلا بنات فوتوا، أهلا وسهلا بكم. أنا بعدين أحكي لكم ليش خليل دا يشتريكم. دول اليوم لقيتهم معروضين بالسوق، أنا اشتريتهم. زين سويت خليل، احنا لازم نشتري البقية بالأيام الجاية. زين حجي، دول وين نخليهم؟ مكان صار مزدحم هواية بالبنات. خير خير إن شاء الله خليل، زيادة الخير خيرين أبويا. يلا خلينا نروح والبنات ياخذن راحتهم. يلا. ها ممتاز، وش صار على شغلة جمال؟ هذا ما عرضوه على مولانا قاضي القضاة. وشنو تتوقع يكون الحكم؟ العلم عند الله. المهم أريد أبشرك. خير؟ قبلونا في ديوان الأمن العام، والفضل كله لأختي أم السعد، هي اللي سهلت المسألة. يعني ايش راح يفيدنا؟ أني هسه كل فكري يم جمال. عوف يا من جمال، لو تدري أهمية رجال ديوان الأمن العام ومركزهم في الدولة الإسلامية ما تحكي هيك. ما يهمني هذا الموضوع، أنا اللي يهمني جمال. جمال يطلع من السجن. اتركها على ربك، ربك يفرجها. يلا نمشي. لماذا لم تأكلوا معي؟ فأنتم لا تعرفون كم اشتقت إلى هذه اللحظة، لحظة رجوعي إلى بيتي وزوجاتي. زوجاتك؟ معك حق، لم تصبحي زوجتي بعد. ولا راح أصير زوجتك بيوم من الأيام. كما تشائين. أتفضلين أن تبقي عبدة وجارية؟ أني مو عبدة ولا جارية. اشتريتك، دفعت ثمنك. فكري فيما هو أفضل لك، زوجة أم جارية. أعرف يا بنت القاضي أنك حزينة بسبب ما حدث لوالدك. لا دخل لي، كان محكوم عليه بالإعدام وحاولت إنقاذه لكنه عاند. وأنت يا دكتورة لا تحزني على عريسك ومعارفك وجيرانك الذين ماتوا في سنجار وسبي أختك وأخوك.
هذا هو قانون الحرب، تقتل أو تقتل. نكمل حديثنا في الداخل. لا. لا. أنا زوجتك الشرعية وأولى بيك من هذه الجارية. لك في انتظارك. لا تسوين هيك كريستين، لا تسوين هيك. سمعيني كريستين. لا كريستين. أنا مستعدة أنسى كل شي صار بشرط أعيش وياك بكرامة، تترك الجوانة تطلع منها وأترجاك. أنا قدرت أطلعها من الموصل، أتمنى. نصف الكلام موافق عليه، النصف الآخر لا. يا جاريتي لن أتركها.
احساس ابويا يوم اللي قطعت راسه. اخبرني. اذبحك واقطع راسك واقطع ابويا. شو صاير؟ ما اعرف. قتلينا! لا تقتلينا قتليه! تركي السكينة! انا شو سويت؟ ما رح تقتلينا، هذا الوحيد اللي يعرف. اريد اذبحه. ما رح تقتلينا، هذا الوحيد اللي يعرف مكان اختي واخويا. سكتي. ريم نادي الحراس، نادي الحراس بسرعة. ريم نادي الحراس. ما رح يصير لك شيء، اهدى، ما رح يصير لك شيء. هاي اللي حدنا عن قاعدة. ليش دا تبكين؟ دا تبكين على عمود أبو الوليد؟ لأن سافر للرقة وراح يغيب عنك يومين؟ أكيد مشتاقة له، لأن وعدش راح ياخذك البيت القاضي من بعد ما نكمل تجهيزه. تدرين لو أبو الوليد بعده شاب وأنتي أول قسمة إله ما كان سوى هذا الشيء كله. ليش لازمة بطنك؟ معقول تكونين حامل؟ معقولة حبلتي بهالسرعة؟ أنا وحيد، والدي ووالدتي توفوا وليس عندي إخوة. لا أفكر في الزواج لأن نيتي كانت من 2 أو 3 أن ألتحق بجنود الدولة الإسلامية وأجاهد معهم في سبيل الله، وأساسا لم يكن معي ما يكفي من المال كي أؤمن السكن والأثاث. نحن سنؤمن لك الزوجة الصالحة من الأخوات المجاهدات، وكذلك المسكن الذي تستقر فيه بإذن الله. هذا أفضل من كل ما تخيلته، أن أتزوج على الطريقة الإسلامية الصحيحة. وكل إخواننا المجاهدين سيكونون عائلتك الكبيرة بإذن الله. بإذن الله. قلت لك حامل وكذبتيني. لا أنا ما أعرف شنو بيه، بس حاسة بنفسي دايخة وأريد أذمر راسي. يعني أكيد حامل؟ لا ما أعرف. لا يعني هاي البنية إذا طلعت حامل يعني حامل، معناتها إذا جابت لأبو الوليد طفل وطفلين يعتقها ويتزوجها ويطلقني وراح يطردني وهي تصير الكل بالكل. لازم اتصرف. سماهر! أنا لو أقدر أخلف كان صار عندي بنية مثلك، بس راح أعتبرك مثل بنتي وأساعدك وخلصك من اللي أنت بيه. شلون؟ لا تسألين، كل كم يوم وأضبط كل شيء وأقول لك.
لو تريدين تبقين سبية طول عمرك. لا أريد أرجع لأهلي. خلاص اتفقنا، من هالساعة بعد ما راح أزعلك ولا أضربك، بس دير بالك تقولين لأبو الوليد على هذا الكلام. لا أوعدك ما راح أحكي. خلاص روحي. الحمد لله الأسلحة الثقيلة وصلت، المدافع والصواريخ المضادة للدروع. سيدي أنا أريد أدرب وياكم على استخدام المعدات الثقيلة. للأسف لا، هذه من اختصاص قوات البيشمركة وإحنا تدربنا عليها بالفترة الماضية. ليش ما تقوم تصعدين لغرفتك؟ انت طول الليل ما نمتي. طيب اسوي لك اكل، انت من البارحه ما اكلتي شيء. تعتقدين انه مات؟ ما اعرف، يا ريت يموت ونخلص منه. جوانا ليه ما رجعت؟ معقوله الكلب مات وهي هربت؟